السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا شباب. النهاردة هنتكلم عن التربية في فصل الشتاء. الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن ازاي نوفر في عملية التدفئة. في الحلقة الأولى اتفقنا ان ممكن نحضن أو نستقبل الكتاكيت على درجة حرارة 30 بشرط ان الرطوبة تكون 70%، وده هيوفر على الأقل درجتين 3 اللي هم يعتبروا أكتر 3 درجات بيكونوا مكلفين في عملية التدفئة. الحلقة التانية اللي بعدها اتكلمنا عن الحد الأدنى من التهوية، واتفقنا ان في الشتاء ما ينفعش انك تزود التهوية علشان نوفر في تكلفة التدفئة، لكن تاخد بالك من نقطة ان في حد أدنى لازم ان احنا كلنا نكون عارفين ما هو الحد الأدنى للتهوية، بحيث ان انت وانت بتوفر مسموح لك توفر. احنا في مشروع اقتصادي ما ينفعش نصرف كده عمال على بطال، لكن يبقى في حد ادنى ناخد بالنا منه علشان ما نتحولش من توفير لمصاريف من خلال النافق او الكتمة او الامراض التنفسية. وعلشان كده بدعو حضراتكم تسمعوا الحلقتين اللي فاتوا، لان هما حلقتين مهمين جدا في التربية في فصل الشتاء. النهاردة الحلقة الثالثة استكمالا لنفس الفكرة، هنتكلم فيها عن المخاطر أو التركات اللي ممكن تواجهك في تربية الشتاء. إيه هي النقط المهمة اللي حضرتك لازم تاخد بالك منها علشان ما تتعرضش لمشاكل في العمر الكبير، أو ناس تانية وقعت في مشاكل. تعال أقولك إزاي إحنا نتفاداها، لأن الوقاية خير من العلاج. كل ده واكتر حالا هنعرفه مع بعض، لكن بعد الفاصل وبعد ما تشترك عندنا في القناة وبعد ما تصلي على حبيبك المصطفى في التعليقات. ولو عندك اي سؤال انزل حالا في التعليقات اكتب لنا سؤالك، ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. اهلا وسهلا بحضراتكم. النقطة الأولى أو التركة الأولى اللي ممكن تعمل لك مشكلة كبيرة جدا في الفراخ وأحيانا بتسبب نافق، إن ممكن حضرتك يكون التربية عندك في عنبر مغلق، وعندك الهيتر شغال بالديزل، هيتر كبير مثلا، والمراوح في آخر العنبر بتشفط أو بتعمل عملية التهوية. عملية الحرق اللي بتتم في الهيتر من حرق الديزل إلى نار علشان تدفي الفراخ، عملية الحرق دي بتحتاج إلى أكسجين كافي، وإلا سيتراكم وينتج غاز أول أكسيد الكربون ويدخل على الكتاكيت وتموت بدون ما تشعر في خلال نص ساعة. ده بيحصل أحيانا. لو تتذكروا حضراتكم دايما نسمع عن في الشتاء يقولك فلان دخل يستحمى وبعدين مات جوه في الحمام، أو تسمع دايما حوادث يقولك عريس وعروسة دخلوا يستحموا، ما نعرفش ليش معنى عريس وعروسه دايما مرتبطين بالحوادث دي، يقول لك ايه، دخلوا يستحموا وبعدين ماتوا هما الاثنين. المشكله هنا بتبقى عباره عن ايه، ان وانت بتستحمى لو ما فتحتش الشباك او لو ما عملتش مصدر للاكسجين علشان السخان بيحرق جوه الغاز، بيتراكم غاز اول وينتج غاز اول اكسيد الكربون فيتراكم داخل الحمام. نفس الفكره بتتم في المزارع. لو الديزل لو الهيتر انت ما فتحتلوش شباك او مكان علشان الاكسجين يدخل منه، سينتج غاز اول اكسيد الكربون. المشكله يا حبايبنا ان الغاز ده لا يشم، ليس له رائحه، فتفاجأ في خلال نص ساعة أو ساعة بالكتير نسبة كبيرة من الكتاكيت عمالة تموت. ولو أنت ما أخدتش بالك بسرعة وفتحت مصدر للأكسجين علشان الهيتر ما يحرقش أول أكسيد الكربون، في الحالة دي ممكن العنبر كله يموت بشكل غريب جدا. اتذكر مره كنا في مصر وكان في احد العنابر احد العملاء يعني، فكان بيقول لي الحقني يا دكتور، كل يوم الصبح كان يصحى يلاقي نافق في اخر العنبر، في المنطقه اللي هي ايه بيتراكم فيها الغاز يعني. فكان يعتقد ان كان في جن في العنبر، ووصلت بيه الايمان بان في جن، ان هو يتصل بقى بالناس بتوع الاثار، قال لك لا ده في رصد وفي اثر. وانا نفسي ما كنتش واخد بالي يعني احنا كلنا كنا ايه تحت تأثير الصدمة. فعلا الفراخ بتيجي كل يوم الصبح كده الساعة 5 الفجر كده، تفاجأ ان الفراخ هنا في الساعتين دول بيموتوا، نسبة كبيرة بتموت. اتاري الغاز بيتراكم طول الليل وهو قافل طبعا الشباك بتاع التهوية، مش مدي للهيتر مصدر الاكسجين، فبيتراكم الغاز طول الليل لحد ما يجي الساعة 5 الفجر او 6 الصبح يكون خلاص هو ده الحد او النسبة اللي بتموت.
تدخل النسبة دي على الكتاكيت، يموت كل يوم شوية في المنطقة دي بالذات، في الساعة دي بالذات. فانت تبقى محتار، مفيش اي اعراض، اشمعنى الساعتين دول، اشمعنى الحته الباكيه دي بالذات، لان بيتراكم فيها الغاز. وفي الزمن ده لان بيكون طول الليل الشباك او مكان التهويه للديزل مقفول، شغال على طول فتره اطول. الديزل بالليل طبعا، الهيتر بيبقى شغال بالليل اكتر طبعا، فبالتالي بيتراكم الغاز ويدخل جوه يعمل لك المشكله اللي احنا بنقول عليها. التركه الثانيه في موضوعنا النهارده نظام التحضير في الشتاء. هل انت هتقدر تحضن على نص العنبر، تلت العنبر، العنبر كله؟ ايه هي نظام التحضير في الشتاء الافضل؟ علشان احنا عارفين ان في الشتاء بيبقى فيه كتمة، او انت بتبقى مقفل شوية علشان التهوية، فهنا ممكن يحدث تراكم للرطوبة داخل السبلة وينتج عنها امراض معوية زي الكوكسيديا والكوليستريديا. ففي الحالة دي احنا بننصح ان حضرتك تعمل حاجة من اتنين. لو انت عنبر مغلق شفاطات وخلايا تبريد وكده، ممكن ان حضرتك تحضن في النص الاول من العنبر في اتجاه الشفاطات في نص، وبعد 7 ايام او بعد مرور الاسبوع الاول ترجع تنقل الكتاكيت في النص الثاني، وبكده يكون عملية الرطوبة اللي بتتم في النشارة بتكون انت تخلصت منها، لانك بدلت او سكنت الكتاكيت في مكان جديد، فرشة جديدة. وترجع بعد كده طبعا توسع. احنا كنا قلنا الكلام ده في حلقتين قبل كده، اللي عايز يسمعهم بالتفصيل يرجع للحلقتين بتوع الكوكسيديا والكوليستريديا. طيب الحل الثاني ان انت تحضن على تلتين العنبر، بلاش انك تحضن في كمية قليلة في مساحة قليلة، حضن في مساحة واسعة بحيث ان الزرع بتاع الكتاكيت ما يزودش رطوبة في النشارة. اول باول لما يكون المكان واسع، اول باول الرطوبة تقل او ما تتراكمش اصلا وما يحدثش مشكلة في السبلة لانك موسع من الاول. طبعا في الحالة دي بيكون عنبرك لازم يكون عنبرك مغلق، لان انت هنا ما ينفعش طبعا تكون بتربي في تربية عنابر مفتوحة او شبابيك مفتوحة وتوسع في التحضير في الشتاء، هيكون مكلف جدا على حضرتك. لكن الحل ده احنا بنقترحه في الناس اللي عنابرها كده كده مغلقه، مفيش اصلا ستاره او مفيش حجازه بيحجز بيها الكتاكيت، العنبر كله مفتوح، السيستم كله مغلق، وبالتالي لو حضن على نص العنبر زي ما يحضن على العنبر كله، كده كده حراره المكان كلها او الهيتر مسؤول عن تدفئه العنبر كله. طيب التركه الثالثه بعد كده الا وهي شكل وتوزيع الدفايات او الهيترات في العنبر. يعني لو حضرتك عنبر مفتوح شبابيك زي ما احنا متعودين في مصر، ما ينفعش تحط وعندك مثلا 10 دفايات غاز، تمام، وعندك قصاد منهم مثلا 15 شباك مثلا. طيب هتحط ازاي او هتوزع ازاي ال10 دفايات تحت ال15 شباك؟ اول نقطة تاخد بالك منها اتجاه الريح، بمعنى لو الريح جاي شمالي بحري يبقى لازم اكتر من الدفايات في اتجاه الشباك البحري اللي مدخل هواء. انا عايز من حضرتك تاخد بالك، احنا الغرض من الدفايه ايه؟ انك تدفي الهواء قبل ما يدخل على الكتاكيت، صح؟ مش ان انا ادفي الهواء وهو طالع من العنبر من الشباك القبلي، لا، انا لازم اكتر. لو عندي مثلا 10 دفايات يبقى 7 دفايات في اتجاه البحري هم اللي بيستلموا الهواء، بيدفوه فيدخل الهواء البارد لا ينزل دافي على الكتاكيت، و3 دفايات توزعهم براحتك انت في الناحية التانية من العنبر، بحيث ان انت ما يبقاش معظم التدفية ما يكونش الهواء السخن هو اللي بيطلع لبره، لا، انا عايز الهواء البارد يدخل يسخن الاول، الدفاية تكون تحت الشباك وبعدين يدفي لك العنبر. بكده انت بتستغل اتجاه الريح في انك تدفي عنبرك باقل تكلفة. النقطة الثانية الشباك، انت عندك مثلا 15 شباك و7 مثلا دفايات في الاتجاه البحري مثلا. طيب هتفتح ال15 شباك بمستوى واحد، يعني كله بمستوى واحد كده، ولا يكون من الأذكى ويكون من الأفضل ان الشباك اللي يتفتح هو اللي يكون تحته دفاية، والشباك اللي مفيش تحته دفاية ما يتفتحش إلا بنسبة بسيطة؟ ليه؟ علشان ما يدخلش هواء بارد على الكتاكيت من غير ما تدفيه. لازم يكون الشباك اللي مفتوح بنسبة أكبر هو ده، يعني تخصص مثلا حضرتك ال7 دفايات تحت 7 شبابيك مفتوحين بشكل أكتر من باقي الشبابيك.
باقي الشبابيك البحري ممكن لو حتى مش هتقفلهم تفتحهم فتحة بسيطة خالص ما تأثرش على عملية توزيع الحرارة داخل العنبر. طيب التركة اللي بعد كده او النقطة المهمة في تربية الشتاء، ان عند استقبال الكتاكيت وانت بتحضن لازم يكون عنبرك دافي قبل استلام ووصول الكتاكيت على الاقل ب 12 ساعة. ليه بقى؟ لان انت لو استنيت لحد ما الكتاكيت تيجي وبعدين بدأت تشغل الدفايات علشان تدفي عنبرك، صدقني ارضية العنبر او نشارة العنبر ممكن تقعد 3-4 ايام على ما تدفى، لان انت هتكون مشغل بقى التهوية. ففي الحالة دي الهواء السخن عمال يطلع من الدفايات او الهيتر وبيطلع بره العنبر، ما بيتراكمش او ما بينزلش على النشارة يدفيها. لكن الافضل انك تعمل ايه؟ تعمل عملية تدفئة للمكان كله قبل ما الكتاكيت تيجي، من غير ما تفتح تهوية طبعا، بتقفل المكان كله 12 ساعة وتدفي المكان كله، فبالتالي الجدران والحيطان وكل شيء في العنبر بياخد درجة ثابتة توزيع على الأقل درجة حرارة 30 مثلا. وبعد كده لما الكتاكيت تيجي وتفتح بقى التهوية بشكل بسيط في أول أسبوع، بكده يكون أنت حافظت على حرارة النشارة ثابتة، لأن درجة حرارة النشارة مهمة جدا لتدفئة الكتاكيت. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، أرجو إنها تكون عجبت حضراتكم، ويا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.